اللي منور قدامكم على الفحم ده مش طرب كفته، ده طرب سجق، وسجق بقالي من ابو تيست علي بتاع زمان جدا. يا نهار اسود على المنظر. وده اختراع اسمه فانشي بوبس، لون وقرمشه وقوام وطعم، اختراع ابن اللذينه. ودي منطقه الكوربه اللي تقريبا بقت مزار سياحي. هتلاقي في وشك فانشي، هتدخل هتلاقي فيه جهاز تقدر تطلب من عليه الاوردر، ده بيخفف الضغط قوي، يساعد الترافيك العالي. وهتدخل تشوف المطعم، هتلاقي المطعم اكبر بكتير مما انت كنت متخيل. سيت اب المطبخ الاحترافي والديكور العالي جدا والتفاصيل الجديدة اللي في الاصناف، ما استغربتش لما عرفت ان وراهم شركة كبيرة ضخمة بتشتغل في بيزنس كتير، من ضمنها بيزنس المطاعم. وادي طرب السجق يا عم، ولأول مرة جابوا السجق، بس هو السجق تخين شوية، ولفوا عليه منديل الطرب، وده بقى اسمه طرب سجق. بسم الله. طعم السجق البقالي الارماني بتاع زمان. تعالى بقى نديله بقى الطحينه. سجق مش الشرقي العادي ابو تيست عالي، ده الناس القديمه تبقى عارفاه، اللي هو كان بيتعلق عند البقالين في اسكندريه. دي اختراع، دي بطاطس اختراع، دي مش بطاطس، دي اسمها فانشي بوبس. اولا بص حاجه معانا ازاي، اسمع الصوت. تعالى بقى نفتحها واوريها لكم. دي مش بطاطس بس. اللون ده ايه يا جماعه؟ اللون ده ايه؟ اللون ده مش بطاطس بس، دي ميكس جديد عاملينه، عباره عن بطاطس على بطاطا. طب احنا مع الساندوتش اللي جاي ده هنستخدم الصوصات دي، هم مركزين. بص ده حاجه اسمها مدخن، وده اسمه مدخن حراق. ده ساندوتش فراخ فحم، ده فراخ فحم اللي هي شيش طاووق، يعني هم مسمينها هنا فراخ فحم. وانا الحقيقه انا دقتها قبل التصوير الحقيقه، يعني التتبيله يا جماعه بنت لذينه. تعالى هاكلها بس الاول من غير الصوصات دي، وبعد كده اروح مغطسها في العيش. عجبني قوي يا جماعه، العيش ده جديد تماما، وده حبه البركه، عيش فخم مستحمي، هو مختلف تماما عن العيش اللي احنا بنستخدمه عاده يعني. تتبيله الفراخ يا جماعه، الصدور الفراخ عاده تستها مش عالي غير الوراك، عشان كده التتبيله بتفرق فيها جدا. كل ما كانت التتبيله فيها اجتهاد، وكل ما كانت قويه وعاليه ومتناسقه طبعا، كلما كانت حته الشيش طعمها اعلى من لو ما فيهاش ده. التتبيله الفظيعه دي بقى سايبه افتر تيست عالي جدا، يعني الشيش مش من ضمن الحاجات اللي بتسيب افتر تيست عالي، لا ده عامل كده فعلا. طيب نحطها في صوص المدخن بقى كمان، يبقى احنا زودنا بقى ايه، تيست على تيست. أوه. جديده. ده يا جماعه وجبه بالمناسبه، وجبه اسمها وجبه فانشي الحرش. ده بيبقى عباره عن 3 سياخ، واحد شيش وواحد كفته وواحد سجق، او ممكن تدبلر منهم يعني، مع العيش المتميز بتاعهم ده، او رز يعني، يا دي يا دي، مع بقى ايه، مع 2 صوص من الصوصات ديت، مع ليمونه. بس انت عايز اوريكم الليمونه دي. تعالى، دي ليمونه من اختراعهم، مش الليمونه اللي بنخترع، يعني اللي انا بطلعه ده اللي بنخترعه. بص ده ايه بقى، دي ليمونه اضاليا بتاع زمان الكبير ده، وحاطين عليها هنا صوصات وتوابل وحاجات، بحيث نعمل ايه بقى، لما تيجي تعصر الليمونه كده، اللي نازل ده مش ليمون بس، مش ليمون بس، ده ليمون ومعاه شويه صوصات تانيين، فده الطعم غني جدا. انا برضو دقتها قبل الاكل يعني. صباع الكفته اللي قدامنا ده، اولا شكل الكفته المشويه وهي محروقه من الاطراف كده، شكلها شهي جدا. ثانيا مسكه صباع الكفته الجميله اللي احنا كلنا بنحوشه، حلو كده. نقطع، ها، تعالى يا احمد، تعالى يا احمد، بسم الله. دي بنت لذينه اختراع، والمصحف اختراع. الكفته عندهم ناعمه شويه غير كفته الحاتي. بالمناسبه هم مركزين في تفاصيل كل حاجه. تعالى يا احمد. رز حلو قوي. الناس هنا مركزين في التفاصيل يا جماعه بجد. انا لما دخلت المطبخ انبهرت بمستوى المطبخ. الويسكي ده، الويسكي الحلال برضو قايلين لي على تفصيله فيه، بس لما ادوقها بس. دي ميه سلطه عليها زيت زيتون،
وباين فيها الطعم، عليها زيت زيتون، زيت زيتون بكر. وعندنا اخر حاجه الحواوشي، عيش الحواوشي. هما طبعا بقى بيعملوا العيش الحواوشي في العيش البلدي بتاعنا العادي خالص. الصوص البولونيز هو بدل الطحينه. بسم الله. تفصيله بنت لذينه بجمله التفاصيل هم فعلا مركزين فيها. الشوايه اللي بيتشوي عليها الحواوشي بيسموها شباك، بتبقى مضلعه كده، حديد 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 حديد. ده يعمل ايه؟ ده تحس انها ميكس ما بين الجريل والشوايه، يبقى استفاد بالصهد بتاع الفحم وفي نفس الوقت شفتوا الجريل الحديد ده اللي بيعمل المارك وبيخليه يقرمش كده الحواوشي، فتلاقيهم بره مقرمش كده. تفصيله صغيره بس بتفرق في طعم الحواوشي جدا. ده ليمون بالنعناع، هم عندهم كذا عصير وعصاير كلها فريش تقريبا يعني، ورايب وبتاع. عليه لبن. يلا كان معاكم مصطفى محمود ومازا جنجي. السلام عليكم.